بيكم، انا نيمو من اي نيوز. اي نيوز يعني احنا هنتكلم في كل حاجه بتحصل حوالينا، وكمان هيكون معانا دايما ابطال ناجحه. تابعونا. طلبة جامعة بفرشة وألوان حولوا قرية محدش يعرفها لقرية سياحية، الناس بقت تجيلها من كل الأماكن في العالم. تعالوا مع بعض نشوف القرية ونشوف سكان القرية ازاي حياتهم اتغيرت. كانت قرية جوديبان في مدينة مالانج بشرق جافا حي فقير جدا، وخططت السلطات لنقل المواطنين لمكان أفضل لأنهم كانوا بيعيشوا في أرض غير قانونية. وبفضل طلاب جامعة محمدية مالانج وشركة طلاق تغيرت هذه القرية لتصبح قرية ملونة، ومؤخرا قررت الحكومة المحلية أن تكون هذه القرية واجهة سفر في مدينة مالانج. Ya senang bisa menjadi terkenal di Kota Malang dan menjadi mendunia. Senang bisa mencari teman, bisa mencari pekerjaan gitu. Tambah senang gitu. Karena kampungnya banyak orang, jadi banyak pengunjungnya, senang, rame gitu loh. حس إلهام وسينو بتغيرات كبيرة جدا بعد طلاق قريتهم. تعالوا نشوف ايه التغيرات اللي حسوا بيها. Beda kalau sekarang ada fasilitasnya seperti toilet, taman. Kalau dulu nggak ada tamannya, nggak ada toiletnya. Karena kampungnya banyak orang, jadi banyak pengunjungnya, senang, rame gitu loh. بغض النظر عن اللي حصل في القرية، إلهام وسينو قالوا إنهم بيحبوا قريتهم الملونة. Lebih baik nggak menjaga kampung warna-warni, tidak merusuhi. Harapannya kampung warna-warni terus dikembangkan, terus banyak fasilitasnya, sampainya kalau bisa kampung warna-warni bisa selamanya. حاجات كتير جدا بتحصل حوالينا مش فاهمين سببها، بس ابطال فقرتنا النهارده قرروا ان هم يفهموا كل حاجه بتجارب علميه. تعالوا نشوفهم ونرجع تاني. انا اسمي جودي، عندي 14 سنه. انا كارما، عندي 14 سنه، من مدرسه رجاك. النهارده جايين عشان نتكلم عن الماجيك فولكانو. كنا متحمسين قوي ان احنا نعرف ايه الفولكانو، بيتكون من ايه، بيتعمل ازاي، فقررنا ان احنا نسال التيتشر بتاعتنا ونعمل بقى اكسبيرمنت عليها. احنا جبنا فود كولرينج وصابون ومادة اللي هي ماء الأكسجين اسمها هيدروجين بيروكسيد، وفي معاها عامل مساعد اسمه بوتاسيوم ايودايد. دلوقتي احنا هنخلط لكم الحاجات هنا علشان نوريكم ازاي البركان بيتعمل بس بطريقة مصغرة. هي عبارة عن معادن منصهرة بتدور على أضعف حتة في القشرة الأرضية عشان تطلع منها على شكل حمم بركانية اللي هي اسمها اللافا. ساعات كتير طريقة تربية أهلنا لينا بتضايقنا، لو تقدر تغير حاجة هتغير إيه؟ حاجة أنا عايز أغيرها في تربية أهلي ليا إن هما ما يتدخلوش في حياتي الشخصية، كل شوية أخش أذاكر، كل وقت مذاكرة. أكتر حاجة بتضايق منها في أهلي إن أنا مثلا لو في مشكلة باجي أقولها لهم هم بياخدوهم على أعصابهم قوي، اللي هو مثلا ما بيلحقوش يفهموا أنا عملت إيه أو حاجة، يعني مثلا مجرد ما أقول لهم إن أنا عملت حاجة غلط بيتعصبوا في ساعتها، اللي هم ممكن يضربوا، لكن المفروض ان هم يدونا فرصه نكمل اللي احنا بنقول لهم ايه. الحاجه اللي نفسي اغيرها في تربيه اهلي ليا ان هو المفروض يعني المفروض يسمعوني انا بقول مثلا اتخانقت انا واخويا، المفروض يسمعوا الموقف كله ويشوفوا مين اللي غلطان، مش عشان اخويا بيعيط يبقى انا اللي غلطان يعني. يبقوا اوبن مايندد شويه. الحاجه اللي عايز اغيرها ان هم يسيبوني اخرج مع اصحابي وقت ما انا عايز من غير ما يكلموني ولا يقولوا لي مش هينفع كده ولا تروح هنا، بس اهم حاجه ان الحاجه دي تكون صح. الفنان أحمد السقا عرض حياته للخطر وأنقذ بنت من عربيتها اللي اتقلبت بيها وهي مسافرة، وأصر أحمد السقا إن هو ينقذها رغم إن كل الناس حذرته إن العربية هتنفجر. تاني أغلى سمكة في العالم تمنها 636 ألف دولار ووزنها 212 كيلو، اشتراها مطعم شهير جدا في اليابان في وسط مزاد كبير على السمكة. دلوقتي تعالوا نشوف معانا ايه في الفقرة اللي جاية ونرجع تاني. أهلا، أنا اسمي ديف العماد. أنا أكتر حاجة بحب أعملها في وقت الأجازة إن أنا أعمل مونتاج. بحب أوي فكرة إن أنا أعمل مونتاج وأعمل إديتنج للفيديوهات وأشوف الأفلام دي إزاي اتعملت وأشوف الجرافيكس إزاي اتعملت وإزاي عملوا الحتة دي وإزاي نط وما وقعش دي ستونت يعني ولا حاجات كاميرا تريكس وكده. أنا بحب أوي الأفلام والمونتاج وكده، وأنا شايف إن أنا بحب كده عشان بعرف أتعلم
انا بتعلم لوحدي معظم الوقت، بقعد اتفرج على فيديوهات زي كده افتحها واقعد اشوفها واتعلم اكتر منها، وده خلاني يعني بين اصحابي معروف ان انا بتاع الكمبيوتر، بس مفيش حد بعرف قوي اتكلم معاه عشان مش كتير اللي في سني بيحبوا المواضيع دي. انا شايف ان المونتاج ده لما اكبر هيساعدني في حاجات كتيره في شغلي وفي حاجات كتيره، يعني ده هيبقى مساعده للمدرسه. طبعا المدرسه مهمه بس كمان المونتاج وان انا اتعلم حاجات لوحدي كتير في الاجازه ده هيساعدني جدا في الكارير بتاعي عامه لما اكبر. خلصت حلقتنا النهارده من اي نيوز، يا رب تكونوا عجبتكم واستفدتوا منها. هنستناكم تتابعونا على السوشيال ميديا وتقولوا لنا رايكم. باي.